الرواية وما فيها أن عبد الإله عيسو اتصل بي في 2010، تواصل معي على أساس أنه كان ضابط في الجيش المغربي، وأنه كان عميلا للاستخبارات الإسبانية، وأنه فر إلى إسبانيا وتحصل على اللجوء السياسي بعدما انكشف أمره في المغرب. فانطلقنا على هذا الأساس، ليس بأنه ضابط منشق كما يجري تقديمه الآن، وليس بأنه ضابط فار أو أنه ترك الخدمة احتجاجا على الأوضاع ولا على الفساد ولا أي شيء من هذا القبيل. كذا لا ضابط منشق ولا أي شيء، غير أنني لما أرسلت الحوار لعلي فضيل رحمة الله عليه اطلع عليه، وبعد ذلك اتصل بي قال لي ما هو جيد نقدموه على أساس أنه عميل للاستخبارات. هناك جهات ما نصحت، يبدو أنها جهات أمنية، نصحت بأنه نقدمه على أساس ضابط فار. هذا هو الأساس. الحوار خرجوا كما تشاهدون في الصورة مغربي الفار عبد الإله عيسو في حديث حصري للشروق، كان ذلك في 23 نوفمبر 2010. المخزن مستعد للتحالف مع الشيطان لإغراق الجزائر في الحشيش. معاهدة وقف إطلاق النار أنقذت الجيش المغربي من خالد البوليزاريو، ومن كتبه ألقت عليه الشروق القبض في مدريد. المهم الفساد وخبراء إسرائيليون أشرفوا، المهم هذه العناوين اللي راكم تشاهدوا فيها. المهم تم تقديمه على أساس أنه ضابط مغربي فار. ها هي من بين الأوراق اللي جاوبني كتابة بيده، لأنني حرصت أنذاك لما كان كلام عن الاستخبارات حرصت بأنه يكون بخط يده. قلت بعدها ممكن هذا الشخص يدور علي ويقول أنور مالك كذب علي ولا شيء. هاي أمامكم هذه بخط يده على فكرة، وبدأ يحكي على نفسه عقوبات جاحفة، تأخير الإجازات، حرماني مثلا من تكوين في الولايات المتحدة كنت مؤهلا له، التأخير في الترقية بطبيعة الحال إلى آخره. شوفوا ايش يحكي على نفسه. بدأت حينئذ فكرة الانتقام تراودني بإلحاح. أخذت القرار وفي شهر مارس 1997 اتصلت بالملحق الصحافي بالقنصلية الإسبانية في تطوان. التقوني بإلحاح. أخذت القرار وفي شهر مارس 1997 اتصلت بالملحق الصحافي بالقنصلية الإسبانية في تطوان. التقيت به وحكيت له قصتي بأني أريد فضح الأوضاع المزرية في الجيش، وبعد أطلب اللجوء السياسي في إسبانيا. فاقترح علي أنني إن كنت أود حقا الانتقام من المخزن والجيش فأحسن طريقة هي ضربهم ضربة موجعة عن طريق التجسس لصالح المخابرات الإسبانية لبعض الوقت، وبعدها يسهل لي اجتياز الحدود والحصول على اللجوء السياسي. وافقت دون الإحساس بأي ذنب وبضمير مرتاح. كنت أعلم أنه إن تم كشفي فتنعتني أبواق دعاية القصر بالخيانة، ولكن هذا لم يثني عزيمتي. على العكس، الخونة هم العلويون الذين باعوا البلد لفرنسا سنة 1912، والذين استحوذوا على الأراضي الخصبة بعد خروج فرنسا ولم يعيدوها إلى من اغتصبت منهم، الذين يتصرفون في البلاد وكأنها مزرعتهم الخاصة، الذين ورطوا المغرب في مشكل الصحراء الذي أنهك اقتصاد البلاد، الذين لا يعملون شيئا لإنهاض التربية والتعليم في البلاد، مع العلم أنه مفتاح النهضة. تحالفت إذن مع جهاز المخابرات الإسباني CIA، واستمرت علاقتي معهم تقريبا لمدة 4 سنوات. غادرت على إثرها المغرب بعد أن أبلغني المخبر من داخل جهاز الدياستي بأنني تحت المراقبة. جهاز المخابرات الإسباني للأسف الشديد قطع الاتصال بي نظرا للعلاقة الحساسة ما بين إسبانيا والمغرب، ولكني على كل حال حصلت على اللجوء السياسي. طبيعة تعاوني معهم كانت كالتالي: أولا معلومات عن القصر، الملك، عائلته، حاشيته، كل شيء ولو كان صغيرا كانت له أهميته. استطعت تجنيد ضابط من مدينة الرباط، خاله من كبار ضباط الحرس الملكي، وأمه تعمل في القصر، وعن طريقه كانت تجلبني معلومات دقيقة ومثيرة. ثانيا معلومات عسكرية،
خصوصا ما يسمى كذا لكبار الضباط وحتى بعض صغار الضباط ذو المناصب الحساسة. وهذه الدراسات كانت توضع خصوصا نقاط ضعف أولئك الضباط إن كان لديهم مثلا عيوب أو رذائل حتى يسهل اختراقهم. المعلومات عن الوحدات والأسلحة كانوا يتوفرون عليها، لكنهم كانوا يتابعون الوضع ويهمهم كل جديد، سواء تكوين وحدات جديدة أو موقعها، شراء الأسلحة إلى آخره. ثالثا، الوضع في الصحراء خصوصا أثناء الانتفاضات التي كان يقوم بها الصحراويون. مع الوقت ومن خلال الحديث مع الملحق الصحفي ضابط المخابرات، بين قوسين ملحق الصحفي ضابط المخابرات، اكتشفت مدى تغلغل CIA في مؤسسات الدولة والجيش. وكان هذا كلام بخط يد عبد الإله عيسو عميل الاستخبارات الإسبانية سابقا في الجيش المغربي. هذا كلامه بخط يده. في ذلك الوقت ما كانت الأجهزة تاع التسجيل هي 2010 ولا مثل الأمور اللي فيها الآن، ولكن أنا أصريت عليه آنذاك أن يرسل لي الكتابة الموضوع بخط يده. الحقيقة أنني لما تعاملت معه في الأول أظهر لي أنه يريد الشهرة، يبحث عن الشهرة فقط. ولكن لاحقا مرة أرسل لي إيميل يطلب فيها هذا الإيميل يطلب فيه مساعدته. قال لي: صديقي العزيز، أكتب إليكم باش نعرف ما إذا كان هناك أي أخبار حول المقال عني. أنا حاليا في وضع مالي حرج للغاية كما أخبرتك، إذ اضطررت إلى ترك وظيفتي العام الماضي للجوء إلى كولومبيا، ومنذ عودتي من المستحيل بالنسبة لي العثور على أي شيء نظرا للوضع الاقتصادي هنا في إسبانيا. لذلك أطلب منك كخدمة شخصية أنه إذا كنت تعرف شخصا يبحث عن عسكري سابق لديه خبرة أمنية في أي مكان فأنا متاح، سأكون ممتنا بلا حدود. شكرا لكم ونراكم قريبا. يعني هذا الكلام مهد لي به قبل نشر الحوار بعدة أيام، يعني هذا في 17 أكتوبر 2010، الحوار نشر في 23 أكتوبر 2010. تلك المرحلة طلب مني أموال بعد الحوار، بعد ما نشر الحوار تواصل معي قال لي لازم تخلصوني. قلت ما اتفقنا على هذا الأمر، فطلب 3000 يورو. فقلت تواصل مع الشروق. يعني هل من المعقول في 2010 ضابط فار، في 2023 منشق؟ على الأقل قالوا الضابط السابق يعني، ولم يسأل لا على كيفاش عمل لصالح الاستخبارات الإسبانية ولا أي شيء من هذا القبيل.